بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حابب أتكلم في الفيديو ده وأبارك للرئيس عبد الفتاح السيسي انتخابات 2023 باستحقاق المرشحين ل- لرئاسة مصر 2023. طبعا شفنا الانتخابات، شفنا الأحزاب، رؤساء أحزاب، انتخابات ديمقراطية، انتخابات فيها شفافية. الشعب المصري يعطي صورة للعالم، ومش مش غريبة على الشعب المصري. الشعب المصري شعب الحضارة. يعني مهما كان في ناس قنوات كتير اتكلمت علينا وعلى الشباب المصري اللي هو زي احنا واللي في مصر ان احنا شعب جاهل وشعب مغلوب على امره. لا، الشعب المصري مش جاهل ولا مغلوب على امره. الشعب المصري شعب يتمسك بالارض ويحمي العرض والشرف، داخل مصر وخارج حدوده، وشعب يحب أشقائه ويدعمهم، والتاريخ يثبت ويشهد. مش كلام السعيد أو كلام إن أنا بجامل. لأ، عندنا من صغري كنت بقرأ كتاب تاريخ. التاريخ ده تاريخ ممتد، تاريخ واسع وشامل. فالرئيس عبد الفتاح السيسي مر بتحديات من 2012 و13 2023، تحديات قوية جدا كانت صعبة جدا، تحديات قصمت ظهر دول مجاورة، قصمت ظهر دول مجاورة. ولكن بفضل الله وبرحمته، بوجود الرئيس السيسي واللحمة الشعبية المصرية التي تحملت عبء ما خلفه الإخوان وما قبل الإخوان. الشعب المصري شعب قوي، تحمل وصبر. أنا كنت قاعد في مصر، غلاء أسعار، مشاكل في الطرق، في الكباري، مشاكل في المية، مشاكل في الصرف، مشاكل أمراض زي مرض الفيروس الكبد الوبائي. يعني في حاجات مستوحشة في مصر. طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي تك على الزرار، مسك مشرط الجراح في الجسد المتسرطن الذي ليس له حل، له علاج، وبدأ يعطي الدواء، وبدأ يعني يعمل قفل للجروح الموجودة المصرية.